الحمد لله على نعمة الإسلام، وهي أحسن نعم المنعم بالتفضل والحاكم بالعدل والموصوف بالكرم المتعالي عن الانتقال والارتهال والثوال والهدم الذي لا يوصف بجنس فلا يهوي حلمه لوح ولا قلم. أحمده سبحانه وتعالى على كل حال من وجود وهدم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق الخلق وقدر الرزق وقسم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، يا له من نبي بعثه الله إلى كافة الخلق والهدم، نبيا فأنصر وبصر وخوف الأحزاب وهسم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الفضل والكرم، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الناس، أجارنا الله وإياكم والمسلمين من البأس والنقم. لا تغرنكم الدنيا بزخرفها فمصيرها إلى الهدم. إن أقبلت أدبرت، وإن سفت كدرت، وإن علت مرت، وإن آمنتها قدرت. ولا توف بوهد ولا عهد ولا ثمم. قربها بهد ويسرها حسر وسعتها شقم. كم أسبلت فهتكت، كم أدهكت فأبكت، وكم أغلت من قرون وأمم. أين أبو البصر الكريم على الله آدم؟ سوء رؤية البأية الشاهرة. أين الملوك الأكاسرة؟ أين السلاطين الجبابرة؟ أين من تمرد على الخلائق وسلم؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين ملك سليمان؟ أين فحصاء ثمن؟ أين من طلب فقلب وحكم ورسم؟ أبادهم والله من أبادهم، ومسقهم من جمعهم، وبكأس المنون أجرهم. وسيهيدهم بعد الموت والفوت والهدم. الدنيا مطية الراكب يسلك بها كيفما قصد وهسم، وإنها لبئس المطية في القصد والرد والحمم. فيا كثير الخطايا والذنوب، أبكوا وارجعوا إلى علام الخيوب، واغسلوا أنفسكم من الشنوب بإخلاص وبكاء وندم. قال الشاعر الأديب: إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا، واتقوا دعوة المسلوم فإن الله يقضب لدعوته ويحكم. الحديث روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في خطبة قصبها فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولوها على خلاف تأويلها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من ينكر عليهم ولا يفعل إلا ويوشك أن يهمهم الله بعذاب من عنده، أو كما قال. اللهم ارزقنا الطاعة واحسنا من الشيخ والشلل، ويسر لنا العبادة، ويسر لنا جميع أعمال البار برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق نيته كفى، ومن توصل إليه باتباع شريعته قربه وأدنى، ومن توصل إليه بخالص أتيته أجابه ولبى، ومن استنصر به على أعدائه وعشدته نصره وتولى. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أهتى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس لنا رب سواه.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي نبع من بين أصابه المياه. فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد سند العصيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الناس، يا عباد الله توكلوا على الله، فليس إلى ما قدره الله وأمدى، وتوصلوا إلى الرداء، فما المقصود إلى الرداء، وانصروا إلى من هو دونكم لتذكروا نعم الله، ولا تنصروا إلى من هو فوقكم فيما رزقه الله من الدنيا وأهتاه، فإنه يوقعكم في العسل والبغضاء وعداوة المسلم والإساءة. وحقيقة الحسد إنما هي نسبة إلى ملك الحق والاعتراض عليه فيما قضى، ما كان سبب كفر إبليس وطرده وقشه إلى عشد لآدم واعتراض على مولاه. الحسود لا يسود ولو بلغ الحس ونهاية الجاع، وليستقل كل منكم ما يهنيه ما لا يهنيه بما هنا، ولا يبقي بعضكم على بعض فإن الله قاسم البقاء. ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، فقد خاب وخسر من حبد الدنيا، واجعلوا الآخرة أهم مطلوبكم، فإنما هي دار الخرى والحياة. واعلموا أن طالب الدنيا محروم من الآخرة، مع أنه لا يبلغ من الدنيا ما يتمنى. قال ساهر: وما خدا أحد منها لبانته، وما انتهى عرب إلى عربي. وإن طالب الآخرة مجاسيا بما عمل في الدنيا وأوخى. الحديث جاء في حديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار، أو كما قال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب اجعل في أمامنا نورا، وفي خلفنا نورا، وفي يميننا نورا، وفي يسارنا نورا، وفي سمحنا نورا، وفي بصرنا نورا، وفي قلوبنا نورا. يا رب يسر لنا طريق الأسود من خطران. يا رب اجعل هذا البلد وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا رب انصر ونصر الدين، واقصر من قصر المسلمين. يا رب انصر أهل القرآن وأهوالهم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، والنور الأبصار وديائها، وقتل الأرواح وسرابها، وعلى آله وصحبه وسلم. تقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.